في ناس بتصحى كل يوم تكافح تشتغل تدعي وتستنى، بس الرزق مش بيجي. بتحس إنك محبوس في دايرة مفرغة، بتجرب كل حاجة وتفشل. سألت نفسك قبل كده ليه؟ النهاردة هقولك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك. ليه رزقك متعطل، وازاي تفعل باب الرزق وتعيشه فعلا، مش بس تتمناه. تعال احكي لك الأول مثال بيقول: كنت شغال في شركة كويسة جدا، مرتبي مش كبير، بس يعني ماشي الحال. فجأة كل حاجة وقفت، الشغل وقف، الرزق قل، حتى صحتي اتدهورت من كتر القلق والخوف. كل يوم أصحى وأقول يمكن النهاردة، بس النهاردة بيجي أسوأ من اللي قبله. رحت وسألت شيخ، قال لي حاجة مهمة جدا. قال لي الرزق مش بس الشغل، الرزق في القلب الأول. فتعالى نراجع قلبك سوا. أول سبب وأهم سبب من قلة الرزق هو الذنب المخفي أو ذنوب الخلوات. الذنوب بتسد أبواب الرزق حتى لو ما كانش حد شايفك. ربنا بيقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في ذنب بتعمله وانت ناسي، مكالمة حرام، نظرة، ظلم لحد. راجع نفسك، لأن الرزق مش بيجي على قلب فيه ظلمة. السبب التاني قطع الأرحام. تخيل إنك تقطع رحمك، ممكن ربنا يمنع رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أثره فليصل رحمه. مكالمة لوالدتك، زيارة لخالك، حتى مسج بسيطة لابن عمك مثلا، كلها مفاتيح للرزق. السبب التالت والمنتشر جدا لسانك، الغيبة والنميمة. لسانك ممكن يكون سبب في فقرك. أيوة، لو بتتكلم على الناس طول الوقت رزقك هيتنقل لهم بسهولة. قال بعض العلماء: الغيبة تنقل الحسنات وكأنك بتوزع رزقك بإيدك. السبب الرابع قلة الاستغفار، وده أنا عملت عنه فيديو، لو مشفتهوش لازم تروح تشوفه دلوقتي حالا وبعدين تكمل الفيديو ده. لأن ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. الاستغفار مش بس بيمحي ذنب، ده بيفتح باب رزق من حيث لا تحتسب. لو قلت يوميا أستغفر الله العظيم 100 مرة على الأقل، بس بإخلاص ومن قلبك، هتشوف مفاجآت ومعجزات ما كنتش حتى تحلم بيها. السبب الخامس التواكل مش التوكل. في فرق كبير قوي بين اللي بيدعي وهو نايم وبين اللي بيدعي وهو بيجتهد وبيسعى. ربنا بيحب دايما اللي بيحاول، حتى لو مش قادر تكمل قوم، خد حتى خطوة واحدة. الرزق مش هيجيلك وانت قاعد، لازم تسعى. السبب السادس عدم شكر النعمة. كل يوم تيجي وتقول: أنا مفيش فيا حاجة تتشكر، أنا مش لاقي حاجة أحمد ربنا عليها. كل يوم تشتكي وتنسى النعم حتى لو النعم الصغيرة. انت كده بتقفل على نفسك باب النعم الجديدة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. السبب السابع قلبك مش متعلق بالله فعلا. أكبر باب رزق هو التعلق الحقيقي بربنا، مش إنك تدعي بس، لكن تحس من جواك إن رزقك مش من مديرك ولا من وظيفتك، رزقك من السما، من ربنا. لما قلبك يعرف ده كل الأبواب هتتفتح. بدأت تستغفر كل يوم، رجعت لأهلك، بطلت تغتاب الناس، سعيت في شغلك حتى لو ستيبس صغيرة جدا. سبحان الله، اتفتحت أبواب ما كنتش حتى تعرف إن هي كانت موجودة.
لأن ربنا بيحب اللي بيرجع له، ورزقك عمره ما كان بعيد، هو بس مستني إشارة صدق من قلبك. سمعت فيديو قبل كده بيقول إن كل الدعاوي اللي احنا بندعيها بتبقى متعلقة في السما، لكن ذنوبك هي اللي بتخلي الدعاء ده هو ما يتحققش. لو حسيت إن الكلام ده ليك، ابدأ من دلوقتي، صلي ركعتين وقول من قلبك: يا رب ارزقني مش بس مال، ارزقني رضا وسعة قلب، وصدقني هتشوف فرق رهيب في حياتك. لو عجبك الفيديو وحسيت إن هو مفيد، متنساش تعمل سبسكرايب وتكتب لي تعليق ايه الأسباب قلة الرزق اللي انت حاسس ان انت عملتها، وشير الفيديو مع ناس بتحبهم.